السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على كل إخواتنا وحبايبنا ومتابعينا جوه مصر وخارج مصر. سموا بالله وصلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو النهارده فراخ البيضة، والنهارده عمر الفراخ 41 يوم. عمر الفراخ البيضة النهارده 41 يوم. ده شكل الحمام بتاع العمر ال 41 اهو، الطبيعي. نعدي برده كده نشوف حاجه كمان نقدر ان احنا نشوفها. لو ما بلاقي حمام في الاخر حتى، بصوا انا معديه فين؟ عند الحيطه اهو، طبيعي برده اهو، الحمام دي طبيعي برده اهو، وهنا برده اهو. المهم احنا كده في الحمام ايه بتاع الفراخ، بنحب ان احنا نطمن عليه يا جماعه اهو. الحمد لله الحمام لغايه العمر ال 41 يوم الطبيعي. المهم احنا طبعا ما كانش عندي سن الفول خلصان. طبعا انا لسه جايبه النهارده 2 كيلو اهو، 2 كيلو يا جماعه سن فول اهو، نفس اللي انا بجيب منه سن الفول الكيلو ب 28 جنيه ونص. كيلو من سن الفول ده ب 28 جنيه ونص. وكل ما نيجي نحط او نحطه للفراخ او نجيبه بنقول سعره، بنقول بيتحط قد ايه وبيتحط كام مره في اليوم. لا بنقول كل حاجه عشان الناس اللي بتخش القناه دي. ده سن فول ممتاز جدا في رفع الوزن للفراخ البيضة. الكيلو ب 28 جنيه ونص. لو هتحط للفراخ البيضة من عمر 30 يوم، لازم الفراخ عندك تبقى عمرها 30 يوم. 100 جرام على كيلو العلف سن فول، 100 جرام على الكيلو العلف بس. 100 جرام سن فول على الكيلو العلف، ما تزودوش عن كده عشان هو بروتينه عالي وحامي على الفراخ. ويستحسن ان انتوا تحطوه بالليل، وبيبقى مره واحده في اليوم مش طول اليوم، مره واحده في اليوم. وبيبقى يستحسن ان انتوا تبيتوا الفراخ عليه، لان عشان هو حامي وبالنهار بيبقى الجو دافي شويه، ما ينفعش للفراخ بالنهار، بالليل بيبقى الجو برد وسقعه، فيستحسن ان انتوا تحطيه بالليل. ماشي. دي بالنسبه لسن الفول يا جماعه، بنحط 100 جرام على الكيلو العلف. طبعا انا كنت حاطه خل وخلصوا الميه، ورجعت حطيت لهم العصر كده، مليت لهم السقايتين يعتبر خلصوا برضه. انا كنت حاطه اصلا الصبح خل. طبعا بقى الناس اللي بتقول لي انت بتبيتي ازاي على خميره يا ام مصطفى، الخميره بتتفاعل والمفروض ما تقعدش والكلام ده كله. طبعا احنا في شتاء، مفيش حاجه ما بتتحطش في الشتاء. لا في اعشاب بنمنعها في الشتاء، ولا في حاجه بنمنعها في الشتاء. من الشتاء هو يعتبر يعني عايزه اقول لك ان احنا كمان قادرين بناكل فيه كل حاجه وبنشرب فيه كل حاجه. يعني في حاجات بنمنعها في الصيف للفراخ، الجنزبيل، القرفه، الشطه. ليه بقى؟ الحاجات دي كلها بتسخن جسم الفرخ، فعشان بتسخن جسم الفرخ مع الحر ما بينفعش ان احنا نحطها. لكن في الشتاء بنحطها لانها بتدفي جسم الفرخ. العكس طبعا، الخلطات بتاع الثوم والبصل والليمون الفريش ما بنكترش منها برضو في الصيف. وطبعا لو بنعمل بنحطها بالليل عشان الجو بيبقى طراوه شويه بالليل، وبتبقى مره او مرتين في الاسبوع وبكميه محدوده، مش زي طبعا الشتاء. لو انت عملت الثوم والبصل والليمون والحاجات دي كلها في الشتاء كل يوم، او الصبح بقى حطيتي بالليل حطيتي، مش هتفرق مع الفراخ، لان الحاجات دي كلها مضادات حيويه طبيعيه ومضادات سموم ورفع وزن وفتح شهيه وحاجات كويسه جدا. فطبعا يا جماعه الشتاء بيختلف عن الصيف. احنا بنحط الخميره، احنا مش في صيف هنخاف على حاجه. وبعدين ده انا بطلع هنا بصور الساعه حوالي 10 بالليل، بتقعد 8 ساعات 9 ساعات، بطلع الساعه 7 8 الصبح بالكتير قوي. يوم ما اقول انا اتاخرت على الفراخ بتبقى الساعه 9 الصبح، يا دوبك 8 ساعات يا جماعه، 9 ساعات بالكتير قوي. بطلع اصلا بلاقي السقايات فاضيه، يعني انا اصلا بطلع الاقي السقايتين فاضيين. فما تقلقوش من حاجه زي كده يا جماعه، صباح على الله. والفراخ بسم الله ما شاء الله، احنا بقالنا كام يوم دلوقتي بنبيت على خميره، الفراخ زي الفل اهي، مفيهاش اي حاجه. بس بقى انا كنت قاعده كده مع نفسي بفكر في حاجه، وبرده اشور عليكم فيها، لاني سبحان الله نفس التفكير اللي كنت بفكره لقيت متابعه النهارده كاتباهولي في التعليقات. والله حتى انا قلت لها بالفعل انا كنت ان شاء الله اعمل كده. ايه يا ام مصطفى؟ يعني وانا بقى قاعده بشور نفسي كده، مفيش ساعتين بخش على التعليقات لقيت سبحان الله تعليق المتابعه قدام. قلت لها والله اللي انت بتقوليه ده انا كنت بالفعل هعمله. ايه بقى يا ام مصطفى؟ صلوا بينا على حبيبنا وشفيعنا محمد الاول كده وسموا بالله. بتقول لي يا ام مصطفى خدي الفراخ التقيله اللي هي 3.5 دي او 3 وربع، اذبحيها وسيبي الاحجام الصغيره مثلا ليوم السبت زي ما انت قلتي. ده اللي كان شغال في دماغي قبل ما اشوف التعليق.
فطبعا هو انا كنت فعلا بفكر في كده. فاحنا عايزين ناخد بكره ان شاء الله، يعني بكره انا بصور لكم الفيديو ده بالليل، يوم الثلاث بالليل. عمر الفراخ النهارده بالظبط 41 يوم. بكره ان شاء الله الاربع. فانا بفكر اخد مثلا انقي قد 15 فرخه، لان انا كده كده هعمل، يعني هعمل حاجات كتير من الفراخ دي عشان رمضان. طبعا انا مش هفضى في رمضان لا شد لا انزل صدور، اعمل اخلي بانيه، ولا اعمل دبابيس، ولا مش عارفه اعمل ايه. عايزه اجهز حاجتي، عايزه ابقى مجهزه كل حاجتي. فانا بعمل ايه؟ بفكر في ايه بقى؟ بفكر ان انا اشيل الاحجام التقيله اللي هي 3.5 3 وربع مش وحشه طبعا. قد 15 فرخه نشيلهم كده نقضهم، اللي هو الاحجام التقيله. ودول اللي هاخدهم اعملهم ايه؟ اجهزهم للبانيه. دول اللي انا هاخدهم منهم اعملهم، هنعمل منهم بانيه، شاورما، دبابيس، في بصاريف بطاطس. يعني هيطلع منهم حاجات كتير. وطبعا بيطلع منهم اجزاء، بيطلع منهم اجنحه، بيطلع منهم رقبه. انا بقى برضو بفكر ممكن الاجزاء اللي هي الهياكل دي يا جماعه بالكيلو عندنا ب 40 جنيه. فانا اولادي مش بياكلوها وانا بصراحه ما باكلهاش. اللي احنا بنخلي منها البانيه، اللي الصدور اللي احنا بنخلي منها البانيه، وبيبقى هياكل، عباره عن هياكل كده، الكيلو ب 40 جنيه. فانا قلت ممكن ان انا ابيعهم لصاحب المحل بتاع الفراخ، قصاد مثلا التنظيف هينضف لي مثلا 15 فرخه، ولسه هيجي ينضف لي الباقي. فطبعا ايه، فانا قلت ال 15 فرخه دول اللي احنا نطلعهم مثلا بانيه، نبيع الاجزاء اللي هي الهياكل بتاعتهم، مش هتلزمني في حاجه. ولادي لا بياكلوها ولا انا باكلها. وممكن هو ياخدهم مني وبيبيعها اصلا ب 40 جنيه، فانا ممكن اديها له مثلا، ممكن ياخدها مني ب 35 عادي بقى، الله يرزقه. فانا بقول لكم برده الحاجه اللي انا هعملها. فاحنا ممكن نشيل 15 فرخه الحجم التقيل، نذبحهم ونجهزهم ضمن حاجه البانيه، باسم ان انا اخف الضغط على نفسي لما اذبح الفراخ. ما اذبحش الفراخ كميه واحده وفي اليوم ده هتعب. فانا عايزه اخد جزء كده. طبعا اللي متبقي عندي حاليا دلوقتي اللي انا بكلمكم فيه 35 فرخه، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، 35 فرخه. فانا قلت اخد مثلا 15 دوم، اخلص من موضوع البانيهات والشاورما والحاجات دي كلها وافرزهم. ومثلا التانيين هيتفضل مثلا 20، اشيل 10 في 10 برضو ايه، او ممكن ناخدهم كلهم مره واحده حسب الظروف ساعتها. فانا برضو بقول لكم انا اعمله. طبعا احنا مش هنوزن بقى، احنا مش هنوزن ان شاء الله الا يوم السبت لما اخرج بقيه الفراخ. وهسيب بقى الحاجات اللي هي احجام 2.5 اللي انا وزنتها معاكم، 2.600 2.700، الاحجام الصغيره دي شويه اليومين الثلاثه اللي يقعدوا فيهم يظبط الوزن بتاعهم. فهمتوني؟ بس كده. فاحنا ان شاء الله بامر الله بكره ناخد بتاع 15 فرخه كده ونظبط الامور ونخف الضغط على نفسنا عشان ما نتعبش برضه. ماشي؟ انا بقول لكم برضه على اللي انا هعمله، المهم سموا بالله وصلوا على رسول الله. وطبعا زي ما انتم شايفين انا جبت سن الفول اهو، هنحط على العلف وهنحط خميره على الميه، هنبيت على ايه؟ على خميره زي ما احنا متعودين. وطبعا انا ما كنتش عايزه ابيت على خميره النهارده، يعني عايزه ابيت على عسل. يعني انا برضو بشاور عقلي، لان انا هخرج بكره 15 فرخه اذبحهم. فانا بكلمكم وانا دماغي ان انا ما بيتش على خميره النهارده، ممكن احط الخميره بكره الصبح، لان انا عايزه ابيت على عسل. لاني طبعا انا عايزه احلي الطعم كمان، لاني هذبح. فاحنا هنبيت النهارده على عسل، وبكره ان شاء الله الصبح ابقى احط للباقي خميره فوريه. العسل برضو بيزود الوزن، مش حاجه وحشه، زيه زي الخميره بيزود الوزن وبيفتح الشهيه ومضاد منشط للكبد، حاجه 100 100. ونحط معاه شويه خل ننضف اي عروق دم في اللحم، اي كتل دم في الكبده. هنظبط بقى الليالي الامور بسبب ان احنا هنخرج ايه 15 فرخه دول نذبحهم. ما انا بقول لكم على اللي هيتعمل برضه. سموا بالله، صلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، وهنعمل اللي احنا قلنا عليه ونرجع لكم تاني كده. اللهم صل على النبي. حطينا سن الفول وحطينا علف عليه وقلبناه وحطيناه في الاربع علافات اهو. وطبعا حطينا عسل، هو باين اصلا يا جماعه. حطينا عسل وخل في الميه علشان الناس اللي بتذبح تذبح. احنا كده كده مهتمين بالموضوع ده اصلا بقالنا دلوقتي حوالي اسبوع وزياده، بس لازما ما يكونش عند الفراخ اسهالات. لو عند الفراخ اسهالات لا هتحطي عسل ولا خميره. فان انت تحافظي على الفراخ من اول الدوره دي حاجه هتريحك خالص. يعني عايزه اقول لك حاجه هتريحك من كل حاجه، هتحطي لنفسك فيه كله.
يعني مش هتحرمي فراخك من حاجه، ولا هتزعلي ان انت نفسك تحطي عسل تحلي الطعم مش هتقدري تحطيه، نفسك تحطي خميره تفوري الفراخ وتزودي وزنها مش هتعرفي انت تحطيها طول ما فيه سلات، لان اهمالنا هو اللي بيوصلنا لكده. لو احنا بنهتم بالفراخ من اول هتحطي اللي نفسك فيه. في ناس بتبقى عايزه تذبح وبتبقى عندها مشاكل كتير تنفسي ومعوي، في برد شديد، في اسهالات بتمنعها انها عايزه تحط مثلا مضاد حيوي قبل الذبح، يعني عملت كل حاجه ومفيش خلاص فايده ان هي لازم تحط مضاد حيوي. فالناس اللي عندها العمر الكبير دي يا جماعه وخلاص وصلت الفراخ ان هي تحط لها مضاد حيوي، تشيل بقى الاحجام الكبيره تذبحها وتسيب الاحجام الصغيره تعالجها، وبعد ما تعالجها بقى تستنى اسبوع ولا حاجه، ولا اقل من اسبوع بحاجه بسيطه وتذبح، لان هو ما قدهمش الا كده. انا دلوقتي بذبح لان انا خلاص انا فراخ النهارده 41 يوم، يعني انا ما كنتش بقعد، بس انا مقعده علشان لسه بدري على رمضان وان الفراخ تشيل معايا وزن شويه. فاحنا طبعا بنوفر في نفس الوقت مجهود لنا ان احنا ما نذبحش كله مره واحده ونتعب، وفي نفس الوقت بنوفر اكلهم علفهم، لان بسم الله ما شاء الله انا مذبح مثلا في حدود 15 فرخه، بسم الله ما شاء الله في حدود الفراخ مثلا 3 وربع 3 ونص كده، مش وحش خلاص، حلو قوي كده. واللي خفيف شويه هنسيبه بقى لغايه مثلا يوم السبت يوم الاحد حسب ما انا هفضل اذبحه الخفيف شويه، وكون شكاره العلف اهي انا لسه واخده منها النهارده وكون خلصت حتى، فهمتوني؟ بس كده فراخ بسم الله ما شاء الله، حطينا سن الفول، حطينا خميره، حطينا عسل، حطينا كل حاجه بالحمد لله والشكر لله من فضلك يا رب. كل اللي نفسنا فيه نحط لفراخنا حطينا لفراخنا. ليه بقى؟ جه اسهالات بنلحق، في اسهالات بنلحق في الاول، في برد بنلحق، ما بنخليش فراخنا توصل لمرحله المضادات الحيويه سواء بشري سواء بيطري. فانت حلاوتك ان انت تلحقي فراخك في الاول، مش تستني لما دي يعدي ويبقى المشكله عندك كبيره في المكان. وطبعا الناس اللي عندها فراخ لازم تحط خل او مضاد سموم يا جماعه، الناس اللي عندها خل تحط اللي عندها فراخ تحط خل او مضاد سموم عشان السموم اللي في العلف. وبنصح اهو من خلال الفيديو ده الناس اللي بتجيب علف ناهي 19% اللي هو الوسط، بلاش كله سموم وسمومه عاليه وما بيحواش فيه خل، لازم تحطي مضاد سموم من عند البيطري كل شويه. فبلاش من موضوع النهي دي خالص، انا عمري ما دخلته بيتي ولا حطيته لفراخي، بادي ونامي 23% والفرخ يوصل معايا نص كيلو يعدي احط اللي هو ال 21%. 19% دي انا بنصح الناس ما تحطوهوش خالص لفراخها، سمومه عاليه ومالوش لازمه. صدقوني احنا مش سلكانين باللي هو سمومه مش عاليه وبنحط مضاد سموم وخل وعمالين نحافظ على فراخنا باي طريقه. فربنا يعدي الدوره دي على خير ونريح بقى كده، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله لو حيانا ربنا وكلنا عمر واجل في الدنيا بعد العيد بقى ربنا يسهل كده نرتاح شويه ونجيب دوره كمان ان شاء الله، ويمكن اجيب معاها شويه ساسو. في ناس اول المفروض يا جماعه صلوا على النبي، في حاجه انا عايزه اقولها لكم بقى. الناس بقى اللي في تعليق جالي هاتي ساسو يا ام مصطفى، انا هجيب ساسو بس بعد العيد. في بقى ناس كلموني على الواتس، طب ليه انت بتقولي ما تربوش الساسو مع الابيض، دي تسمين ودي تسمين. لا انا ما قلتش كده، والمتابعين القدام معايا يشهدوا، انا قلت ربوهم مع بعض وكل حاجه، بس طبعا تغيير العلف للساسو بالعمر، تغيير العلف للابيض بالوزن. الفراخ البيضه بتفور عن الساسو بكتير، لان دوره الابيض 40 يوم، دوره الساسو الاساسيه اصلا 70 يوم. فطبعا الفرخ على 15 يوم الابيض بيوصل نص كيلو. طبعا في الوقت ده هيبقى معاه ساسو، الساسو عمره ما يجيش ربع كيلو في الوقت ده، فطبعا عايز لسه ياخد ناعم. طبعا الابيض خلاص نص كيلو هتديله خشن، علف خشن، الساسو لسه عايز يكمل ناعم لغايه عمر شهر. فهنعمل ايه في الحاله دي؟ لا هتعزلي الساسو عن الابيض، لان انت هتكملي علف ناعم للساسو وهتدي للابيض علف خشن، هي دي بس. لكن هما يتربوا مع بعض عادي يا جماعه. الا في حاله واحده بقى، لو انت مثلا هتقعدي مثلا بتاع 20 يوم تدي علف ناعم للفراخ البيض. في ناس بتدي لما يكون معاها ساسو بتدي 20 يوم، بتقعد تدي 20 يوم علف ناعم وتحط ناعم على خشن بتاع 5 ايام كمان ناعم على خشن. الكلام ده لو واقف معاها ساسو، عشان الساسو ياخد على الحبايه الناعمه والخشنه مع الابيض، فهمتوني؟ فبيسيبوهم مع بعض بقى. في الحاله دي
هتيجي تخرجي الابيض على 40 يوم، هتسيبي الساسو مكانه على الايه عقبال ما يكمل الايه 70 يوم. بس احنا ما قلناش ممنوع، احنا قلنا ده بيتعامل بالعمر في العلف، والتاني بيتعامل بالوزن. الساسو بيتعامل بالعمر، الابيض بيتعامل بالوزن يا جماعه. بس دي اللي انا اقدر عشان تقدروا ان انتوا تاسسوا الفرخ كويس وتدوا له البروتين بتاعه سليم، والفرخ يبقى عافي معاكي. لازم التاسيس اللي هو البروتين ال 23%، مش هينفع على لازم، هو المفروض شهر. فاحنا بنحلها اهو. قدرتوا تعملوا كده وعايزين كل حاجه مع بعض خلاص، ما قدرتوش يبقى لما تيجوا تغيروا للفراخ البيضه هتعزلوا الساسو في مكان تاني يكمل ناعم شهر. عندكم حاجه كبيره تحوطوا بيها وتقسموا الاوضه عادي، اصل دي تسمين ودي تسمين عادي. لكن لو بلدي مع ابيض في نفس الاوضه لا طبعا، ولا يتحط حاجز، ولا بط مع الابيض، ولا اي حاجه، ودي تسمين بنقول ماشي. غير كده مفيش حاجه تنفع مع الفراخ البيضاء في الاوضه. بس كده. انا كنت ساعات بعمل كده في قنواتي القديمه، وقبل ما افتح قنوات كنت بعزل بخليهم مع بعض واغير العلف للفراخ البيضاء من ما اما تتم معايا نص كيلو، واعمل حاجز كبير واخلي في نفس الاوضه برضو الايه الساسو. اطلع دورتي على 40 يوم اللي هي الفراخ البيضاء، واسيب الساسو مكانه يكمل علف شهر، وايه واديله بقى الخشي. بس هو المفروض كده، احنا بنقول الحاجه اللي المفروض تتعمل. فانت في ايدك دي وفي ايدك دي، لكن انا ما بقولش ما يتربوش مع بعض، لا يتربوا مع بعض ماشي. هو الافضل والاحسن ان كل حاجه لوحدها، لان دي دوره ودي دوره ودي دوره، بس احنا بنقول كانهم تسمين عادي مع بعض، مش هيضر في حاجه. ماشي يا حبايبي. دي بقى الفيديو بتاعنا كان النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونرضاكم. بس بالله عليكم اللي شاهد الفيديو يحط لنا اللايك فضلا وليس امرا، ويبقى جزاك الله كل خير. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.